أعلن الدفاع المدني السوري مساء الأربعاء إنقاذ الطفل عبد الرزاق السلوم الذي سقط في بئر بعمق 30 مترا وقطر يقارب 35 سنتيمترا قرب مدينة طبقة بريف الرقة، وذلك بعد عمل استمر لأكثر من 6 ساعات. وقال الدفاع المدني: نزف للسوريين تمكن فرقنا في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من إنقاذ الطفل عبد الرزاق السلوم بعد سقوطه في البئر. وتعد عملية نوعية دقيقة، وقد لاقت الحادثة تعاطفا عربي كبير، كما لاقت عملية الإنقاذ الناجحة إشادة واسعة. اسحبوا يا شباب، بسم الله، الله أكبر. خلي جهزوا لنا سيارة الإسعاف موجودة مع طاقمها، جهزوا لنا يا شباب. اسحبوا، اسحبوا يا شباب، سيارة إسعاف، اسحبوا الكل. الله أكبر، الله أكبر. هاتوا له دليل، له دليل كيف يسقط. له دليل، هاتوا له دليل يا شباب. جهزوا لنا الإسعاف على السريع. له دليل، سيارة الإسعاف على السريع. له دليل، له دليل، هنا له دليل. الله أكبر، الله أكبر. هاي له دليل، هاي. كم اسحبوا بسرعة، بسرعة يا شباب، يا شباب. طول بالك، طول بالك يا بني آدم، طولوا بالكم، ترجعوا من بالكم. طول بالك انت وياه، طولوا بالكم. يا الله، يا الله. طول بالك يا شباب. اسعاف، 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 يا الله. طلع لا حد يقرب لهم يا شباب. عاشت